Bentornati وحلقه جديده من حلقات ايطاليان بروف لا سيتيما بونتاتا نمرو 6. المره اللي فاتت عملنا ارتيكولو ديترميناتيفي وقلنا ايه الارتيكولو ديترميناتيفي، وقبلها عرفنا يعني ايه سنجولاري وبلورالي ويعني ايه شروط النطق. في البلاي ليست فوق، ابتدوا خشوا واتفرجوا عليها، وهتلاقي كمان الفيديو اللينك بتاعه فوق بتاع الارتيكولو ديترميناتيفي اللي هي الارتيكولي المعرفه المحدده. انا بقول ان ده الكتاب بتاع فلان، او ده الحاجه بتاعت فلان، او ده صاحب فلان، ده كده ديترميناتيفو. غير اما اقول صديق، واحد صاحبي ده يعني واحد صاحبي، اي واحد صاحبي، فدي حاجه اسمها انديترميناتيفو، غير محدد او نكره زي ما بنقول. هيبقى سهل علينا جدا ان احنا نحدد الارتيكول انديترميناتيفي عشان احنا فهمنا اوريدي السيستيمه ماشيه ازاي من الحلقه اللي فاتت بتاعت ارتيكولي ديترميناتيفي. خلينا دايما نراجع مع بعض حاجه بسرعه. احنا عشان نعرف اي كلمه الجنري بتاعها بنعمل ايه؟ برافيسيمو، بنبص لاخر الكلمه، بنشوف اخر مقطع في الكلمه ده شكله ايه، وعلى اساسه بنعرف اذا كان الجنري ماسكيلي ولا فيمينيلي، ولا كان بلورالي ولا سنجولاري. قلنا عشان نعرف الارتيكول هنحط ايه من الارتيكول اللي عندنا، هنبص على اول مقطع في الكلمه. طب حلو خالص. في الماسكيلي احنا كان عندنا يعني فوكالي، كونسونانتي، وبعد المقاطع اللي في الاولى مفيش حاجه اتغيرت، ان هي تبقى نفس الفكره. في الماسكيلي في الارتيكولو انديترميناتيفو، واقول لكم خبر حلو جدا ان في الارتيكولو انديترميناتيفو مفيش حاجه اسمها بلورالي. البلورالي في الارتيكولو انديترميناتيفو مش موجود. ان انا بقول واحد صاحبي، فالبلورالي بتاعهم هيخش في حته اسمها بارتيتيفو. يعني ايه بارتيتيفو؟ جزئي، بعض من الاصحاب، فدخل على ارتيكولو تاني خالص. بس ممكن ناخدها معانا في بالمره عشان يعني نعرف ازاي ممكن نستخدمهم ازاي يعني. بس خلينا فاهمين اللي هو مش ارتيكولو انديترميناتيفو بلورالي، مفيش حاجه اسمها ارتيكولو انديترميناتيفو بلورالي، ده كده كذب وخداع وهرطقه يعني. خلينا نبتدي من الاول. لو ماسكيلي، اي كلمه ماسكيلي سينجولاري بلورالي انيتسيا كون انا فوكالي، بحط اون من غير ابوستروفو. خلي بالكم جدا، اون من غير ابوستروفو. يعني مثلا اميكو، اون اميكو، مش بخطفها. فاكرين المره اللي فاتت لما بقول لاميكو على طول؟ لا، هنا اون اميكو. البرو، اون البرو. تمام. طيب البلورالي بتاعها، البلورالي عباره عن ايه؟ حاجه بسيطه جدا وسهله جدا. هي دي ده حرف جر زائد الارتيكولو البلورالي ديترميناتيفو. يعني لو الفوكالي، لو اي كلمه بتبتدي بفوكالي بتاخد لي، هتاخد دي زائد لي، فهتبقى دلي اميتشي. يعني بعض من الاصدقاء. دلي البري، بعض من الشجر. اوكي، فاون البرو، اون اميكو، دلي البري، دلي اميتشي. تمام. طب اي كلمه بتبتدي بالماسكيلي سنجولاري بتبتدي ب اس زائد كونسونانتي، جي ان، بي اس، بي ان، اكس، ايبسلون، زيتا. ده بنحط اونو، يبقى اونو ستاديو، اونو نيومو، اونو نيوماتيكو، uno psicologo, uno xilofono, uno yogurt، وuno zio. تمام. طب البلورالي بتاعها بيبقى ايه؟ برافو عليك، هي زي ما قلنا فوق. يبقى دلي، طبعا هي دي كانت في الانديترميناتيف بتاخد لي، والفوكالي كان بياخد لي. فطالما في الانديترميناتيف والبلورالي خد دلي، يبقى دي كمان هتاخد ايه؟ دلي برافيسيمو، دلي. يبقى دلي ستادي، دلي نيومي، دلي نيوماتيتشي، دلي بسيكولوجي، دلي كسيلوفوني، دلي يوغورت، دلي زي. حلو قوي. ناقص ايه؟ برافو عليك، كل الباقي بقى. اي حاجه تانية اللي بتبتدي بكونسونانتي، مش الحاجه اللي احنا قلنا عليها. عندي مثلا ليبرو، هيبقى اون ليبرو برضو، اون من غير ابوستروف. خلي بالكم اللي فات برضو كان اون ليبرو، اون راجاتسو، اون جورنو، يوم، ولد، كتاب، اي كتاب، اون ليبرو.
طب البلورالي بتاعهم اللي هو يبقى بلورالي بارتيتيفو، هتبقى دي زائد اي، هتبقى دي هتبقى دي ليبري، دي راجاتسي، دي جورني، بعد حبه، دي. طب كده خلصنا الماسكيل، حلو قوي وسهل خالص. الفيميلي زي ما احنا عارفين اللي هو اسهل في الارتيكولي. عندنا نوعين، يا فوكالي يا كونسونانت. فوكالي اي حاجه فوكالي هتاخد اون ابوستروفو، وخلي بالكم ان في الفوكالي في الماسكيلي ما خدش ابوستروفو، خلي بالكم عشان دي حفره في ناس كتير بتقع فيها. في الماسكيلي الفوكال في الانديترميناتيف ما بحطش ابوستروفو، في الفيمينيلي بحط الابوستروفو. ففي المينيلي مثلا عندي اكوا زي ما كنا عملناها الحلقه اللي فاتت، اكوا هتبقى اوناكوا، اون ابوستروفو اكوا، اوناكوا. عندي مثلا اونورا بتتكتب بسرعه، اوناكوا. طب البلورالي كان في الديترميناتيف ياخد ليه، يبقى دي زائد ليه بتبقى دل بعد من، يبقى دل اكوا بعد المياه، ودل اوري بعد الساعات. طيب لو حاجه بتبتدي بكونسونانت اللي هي حرف ساكن، هتبقى اونا يبقى اونا كازا منزل، اونا دونا، اونا سكولا، يبقى اونا. طب الاونا دي في السنجولاري، في البلورال هتاخد ايه؟ هتبقى برافو دل حلو خالص، دل كازا بعض المنازل، دل دونة بعض السيدات، دل سكولة بعض المدارس. خلاص مراكماندو، هكتب لكم ايزامبي كتير تحت، اعملوها، اشتغلوا عليها، اعملوا اكسرسايز كتير، اكزرشيتس كتيره عشان تقدروا تتمرنوا. خلاص مستنيكم الحلقه الجايه. نون فيسكورداتي اللي انتوا تسجلوا نفسكم على القناه وتشيروا الفيديو وتبعتوا لاصحابكم الفيديوهات عشان يتعلموا. الناس اللي داخله ثانوي هتحتاج الحاجات دي، الناس اللي في اعدادي اللي بتاخد ايطاليا هتحتاج الحاجات دي، الناس اللي بتاخد ألسن هتاخد الحاجات دي، فدي حاجه لا غنى عنها. تمام. aspettateci la prossima puntata, arrivederci.